وبيبدأ فيلمنا في مدرسة دينج للفنون القتالية، وبيكون المعلم دينج قاعد بيراقب تلاميذه وهم بيتدربوا، لكن في الوقت ده بيندى على المساعد بتاعه علشان يتولى هو مهمة تدريبهم لأنه رايح مشوار مهم وهيرجع على طول. وفعلا بيمشي معلم دينج وبيتولى المساعد مهمة التدريب مع التلاميذ، لكن المساعد بيكون عايز يعمل عليهم دور الشخص الحازم اللي لازم تدريباته تمشي على أكمل وجه، وده اللي بيخلي وونج واللي يبقى تلميذ من تلاميذ دينج وفي نفس الوقت ابنه ما بيعجبوش اللي المساعد بيعمله. وبعد اللي بيحصل ده بيروح وونج يقعد مع اصحابه في السوق وبياكلوا مع بعض، وفي الاثناء دي بتعدي بنت بتلفت نظره وواضح انها بتعجبه، فمش بيضيع وقته وبيقوم علشان يحاول يكلمها، وبيبدا ان يعمل عليها حركات من حركاته علشان يكلموا مع بعض. لكن فجاه بتظهر ليندا ام البنت دي واللي بتمسك وونج وبتهزقه على اللي بيعمله، وبيكون واضح انها ست قويه جدا، لكن طبعا وونج بيكون غالب عليه ومش بيرضى ان يعترف بغلطه، وبيزعقوا هما الاتنين مع بعض لحد ما بيدخلوا في القتال مع بعض. وبنعرف ان ليندا تبقى معلمه كونغ فو، وعلشان كده لما بيحاول ان يسدد ليها ضرباته المعتاده بتكون غير مؤثره فيها تماما، وبتقدر انها تتغلب عليه، وبيهرب وونج من المكان. وبعد ما بيخلص وونج قتاله بيرجع للبيت، لكنه بيدخل وهو بيتسحب علشان ابوه ما يشوفوش لا هو ولا الضيوف اللي معاه، واللي بيتفاجئ وونج انهم ليندا وبنتها اللي كان بيتقاتل معاهم في السوق. لكن للاسف ابوه بيشوفه وبيندى عليه علشان يسلم على الضيوف، فهنا بيلف وونج وشه علشان ليندا ما تعرفش عليه، وبيتفاجئ كمان لما بيعرف انها تبقى عمته، لكنها كانت مسافره بره البلد وعلشان كده ما شافهاش قبل كده. فبتقوم ليندا علشان تسلم على ابن اخوها، ولما بتلف وشه ناحيتها بتقدر انها تتعرف عليه، وهنا بتقول لابوه ان ابنه مش متربي، ده لانه كان بيعاكس بنتها النهارده. فبيتعصب دينج جدا وكان على وشك ان يضرب ابنه، لكن فجاه بيدخل عليهم زانج ومعاه تلاميذه اللي شايلينه وهو متكسر تماما بعد الضرب اللي هونج ضربه له، وبيقول تلاميذه لدينج على اللي ابنه عمله. فبيتعصب دينج اكتر وكان هيمسك عصايه من عنده ويضرب بيها وونج ضرب مبرح، لكن هنا ليندا بتتدخل وبتقول ان ما ينفعش يحل المشكله دي بضرب وونج، وانها لازم تتحل بالقتال بين وونج وبين واحد من تلاميذ زانج. وفعلا بيختار زانج واحد من تلاميذه علشان يقاتل وونج، وبيبداوا هما الاتنين يتقاتلوا، وبيكون واضح ان تلميذ زانج قوي جدا واسلوب قتاله بيكون سريع وضرباته قويه في نفس الوقت، وده الشيء اللي مش بيستحمله وونج وبيطيح بيه تلميذ زانج على الارض. فبتروح ليندا لابن اخوها اللي مش بتقدر تشوفه بيخسر قدامها وتسكت، وبتقول له على مهاره قتال سريه علشان يستخدمها ضد خصمه، وبتكون النصيحه دي عباره عن طريقه قتال التعبان، وبيقدر وونج ان يسدد ضربات قويه لتلميذ زانج، وفي النهايه بيهزمه، وبيقع تلميذ زانج جنب معلمه على الارض، فبياخدوهم هما الاثنين وبيمشوا. لكن دينج مش بيخلي المشاكل اللي عملها دينج تعدي بسهوله كده، وبيفضل يهزقه. بنشوفه تاني يوم وهو معاقبه وموقفه ثابت في الشمس وممنوع ان يتحرك او يوقع الاطباق اللي ابوه حاططها عليه. وبعد مده كبيره بيجي واحد من اصدقاء وونج وبيكون معاه كرسي صغير علشان وونج يقعد عليه، لكن حظ وونج بيكون وحش جدا، وده لان ابوه بيجي وبيشوف ان بيحاول يغش، فهنا بيقول له ان مفيش غير المعلم سو هو اللي هيقدر يأدبك بشكل صحيح. وبيكمل دينج عقابه وونج ابنه لحد ما بيظهر صاحبه مره تانيه وبيجيب له اكل وبينصحه يهرب بسرعه قبل ما والده يسلمه لسو اللي معروف عنه الشده في التمرين. وفعلا وونج بيهرب، لكن لما بيجي عليه تاني يوم بيكون جعان جدا ومش بيكون عارف يعمل ايه، لحد ما بيشوف شخص غني قاعد بياكل، فبيروح عليه وبيفضل يتكلم معاه في اي موضوع، وبيكون مخطط انه يطلب اكل كتير وبعدها يسيبه هو يحاسب عليه. وفعلا هو ده اللي بيحصل، لكن الخطه مش بتكمل للاسف، وده لان الراجل الغني اللي وونج كان فاكر انه هيضحك عليه يبقى هو صاحب المطعم، وكان واخد باله ان وونج بيحاول يخدعه، وعلشان كده الحراس كلهم بيتلموا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه علشان الفلوس، لحد ما فجاه بيظهر راجل مسن بيدافع عن وونج، وبيقدر انه يضرب حراس المطعم كلهم لوحده، وبيكون باين انه شخص قوي وماهر جدا رغم سنه الكبير، وبيقدر انه يخلي وونج يهرب من المكان قبل ما يمسكوا الحراس. وبعدها بيقعدوا هما الاتنين مع بعض وبيسالوا وونج الراجل المسن على اسمه، وهنا بنتفاجئ ان ده يبقى هو المعلم سو اللي ابوه كلمه عنه. فبيتصدم وونج لما بيعرف وبيقوم يجري من قدامه، لكن سو بيكون عامل زي الشبح اللي بيظهر لوونج في كل مكان، وبيعرفه ان ابوه دينج موصيه عليه وعلى تدريبه. وعلى الرغم من محاولات وونج الكتير في الهروب الا ان سو مش بيسيبه الا وهو معاه. ومن تاني يوم بتبدا التدريبات الشاقه لوونج واللي بيعاني فيها بشكل كبير جدا، وبيفضل يترجى سو انه يرحمه، لكن سو مش بيسمع لكلامه وبيفضل مكمل معاه بنفس الطريقه. وتاني يوم الصبح تدريب وونج بيكون عن طريق انه يقف فوق اوعيه ضخمه وبياخد الميه من كل وعاء يحطها في التاني من غير ما يقع. ولما بيحس وونج ان خلاص ما بقاش قادر يكمل بالطريقه دي بينط في واحد من الاوعيه المليانه ميه وبيمثل كانه بيغرق، وهنا بيجري عليه سو فبيسحبه وونج للميه وبيطلع يجري باقصى سرعه علشان يهرب منه. وبعد ما بيتاكد وونج ان خلاص هرب من المعلم سو بيقعد وبينشف هدومه، لكن فجاه بيظهر له شخص ما يعرفوش وبيطلب منه يمشي من المكان. فبيبص وونج للشخص ده باستهزاء وبيتريق على اللي بيقوله وبيعرفه انه مش هيمشي. فهنا بيهجم عليه الشخص ده واللي بنعرف ان اسمه تشارلي، وبيكون معروف عنه انه مجرم خطير جدا وكمان متقن جدا لفنون الكونغ فو، وعلشان كده بتكون محاولات وونج ان بس يضربه بتكون فاشله، وبيقدر تشارلي ان يهزم وونج شر هزيمه وبيحرق هدومه وبيطرده من المكان. فهنا بيكون باين على وش وونج الحسره الشديده بعد اللي حصل، وبالذات ان تشارلي شتم ابوه قدامه، فبيقرر انه يرجع لسو تاني عشان يتدرب ويقدر انه يهزم تشارلي
تشارلي في يوم من الايام. وفعلا بيدخل وونج على سو بيعتذر له جدا على اللي عمله معاه، وبيرجع سو يدربه مره تانية. وعلى الرغم من ان قسوه التمارين بتزيد الا ان وونج المره دي بيتحملها بعد اللي حصل له من تشارلي. وتحديات سو بتزداد صعوبه لدرجه ان بيطلب من وونج ان يكسر حبايه البندق بمجرد استخدام صوابعه. في الاول الموضوع بيكون مستحيل على وونج، لكن مع محاولاته المستمره وقوته اللي بتزداد يوم ورا التاني بيقدر ان ينفذها بسهوله. وفي يوم بيخرج وونج ومدربه سو بيروحوا مكان للمراهنات، وبيروح سو ناحيه ترابيزه رهانات، وبسبب قوه ملاحظه سو قويه بيقدر ان يكسب كل الرهانات مهما كانت سرعتها ودقتها. وبيقدر سو يجمع فلوس كتير جدا لحد ما فجاه بيظهر مدير الرهانات اللي بيكون مش عاجبه اللي بيحصل من سو، وعلشان كده بياخد الفلوس من سو وبيرفض ان يديها له. فهنا بيتقاتل هو وونج مع بعض، وعلى الرغم من ان وونج بيكون فاكر ان هيبقى خصم ضعيف الا ان مدير المراهنات بيفاجئه باسلوب الطلقه الحديديه واللي فيها بيستخدم دماغه كسلاح يهزم بيه اعدائه. فمش بيلاقي وونج حل غير ان يستخدم مطرقه وبيفضل يضربها على دماغه لحد ما بيفقد الوعي. وبيرجع وونج لتدريباته مع سو اللي بيطلب منه انه يخرج ويجيب له البيز بدل اللي خلص، لانه بيكون معروف عن سو انه دايما سكير وسكران. ولما بيخرج وونج بيتفاجئ سو ان بعد شويه بيجيله مدير المراهنات، لكن بيكون معاه بامبو المقاتل الشرس، واللي بيطلب من سو انه يرجع فلوس المراهنات اللي اخدها. وبيكون باين على سو ضعف بسبب انه بدا يفوق من اثر السكر، واللي كان بيخليه يتقاتل باسلوبه المعروف باسلوب السكران. وهما الاتنين بيتقاتلوا مع بعض، لكن بامبو بيكون قادر يستغل ضعف سو وبيوجه ليه مجموعه من الضربات السريعه. لكن لحسن الحظ بيظهر وونج علشان يساعد المعلم بتاعه، وقدروا هما الاتنين يهزموا بامبو. وطبعا بيكون وونج مستغرب من ضعف معلمه اللي عمره ما شافه قبل كده، ولما بيساله بيشرح له وبيكلمه سو عن اسلوب السكران واللي بيكون المعلم سو منفرد بيه لوحده. فبيعجب وونج بالاسلوب، ومن تاني يوم بيبدا ان يتدرب عليه. والمعلم سو بيقعد معاه وبيعلمه تقنيات الاسلوب كامله واللي بتتكون من 8 تقنيات. وفي نفس الوقت ده بيروح راجل اعمال المعلم دينج ابو وونج وبيطلب منه انه يشتري المدرسه بتاعته، وده لانه عارف ان في بير بترول موجود تحت المدرسه. لكن المعلم دينج بيرفض انه يفرط في مدرسته، فبيلجأ رجل الاعمال للعنف وبيبعت رساله للمجرم تشارلي علشان يتولى هو المهمه دي. والناحيه الثانيه اول شخص بيجرب وونج بيجرب عليه اسلوب السكران هو بامبو، اللي شافه اثناء ما هو ماشي وراح يتقاتل معاه. واول لما شرب نبيذ من اللي قدامه قوته ومهاراته زادت جدا، وقدر ان يهينه قدام التلاميذ بتوعه. وفي مدرسه المعلم دينج واثناء ما هو بيمرن تلاميذه بيجي شخص بيخدعه وبيستدرجه لحد المكان اللي موجود فيه تشارلي اللي بيهجم عليه اول ما بيشوفه. وبدا القتال بينهم هما الاثنين، لكن تشارلي كان اقوى من دينج بكتير وبيقدر ان يوجه ليه ضربات قويه جدا. وكان تشارلي على وشك ان يقتل دينج، لكن فجاه بيظهر وونج علشان ينقذ ابوه، وبيشوف اخيرا هيقدر ان ينتقم من تشارلي على اللي عمله فيه. وبيجي كمان المعلم سو بيحدف له ازازه نبيذ علشان يقدر يقاتل باسلوب السكران، وبيبدا القتال بينهم هما الاثنين. وبنشوف ان في مهاره غير مسبوقه في حركات وونج، لكن على الرغم من ده بيستخدم تشارلي تقنيه بتخلي حركه ايده سريعه جدا لدرجه ان وونج مش بيشوفها، لكن مع الوقت بيقدر ان يتفاداها. وبيبدا وونج ان يهجم بكامل قوته، وبيقدر ان يقضي على تشارلي وسط فخر وفرحه من دينج والمعلم سو، وبيخلص فيلمنا لحد هنا.